يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا. طبعا هون حيطها ملح مسكة، ما في عندي محلب مرة تانية. لا هي على كل حال يعني هلا بناكل على بال ما يجي الشتاء، فانه كل ما جبت يعني. يا صباح الشغل ويا صباح القهوة الرواق مع الشغل، كيفكن؟ أخباركن؟ طمنوني عنكن مع هالبردات ومع الشتاء اللي مو ناوي يطلع. خليلي قلبكن معكن أنا عليا، ورجعت لكم فيديو جديد، واليوم رح أشارككم مع قهوتي الصباحية الثانية بأجواء هيك كلها نشاط وكلها شغل وحماس، مع إنه الجو برد. خلونا نشوف شو رح نسوي. هلا مثل ما بتعرفوا بلشت المونات عنا، وهي أول شغلة اللي هي الثوم. أنا جبته لأنه رح نستفيد من القشر ورح أجربه بصراحة، هي أول مرة يعني رح أشاركه معكم ونسويه بهاي الطريقة. فإذا حابين تتابعوا الفيديو يلا خلونا نتابع الفيديو مع بعض، ولا تنسوني من اللايك. بحبكم كتير وشكرا كتير لكم ولمحبتكم ولتفاعلكم. خلونا نتابع الفيديو مع بعضنا. وهي هون كان الصبح الجو كتير حلو ومشمس وبيجنن، وأكيد للعصر كالعادة صار مطر وبرد وهواء وكتير وعاصفة، تقولوا الله يبعث الخير يا رب. الحمد لله. فوالله هون بلشت أخفف السداجات، مثل بالممر، غرف النوم، الحرامات اللي كتير سماك، الجواكيت اللي كتير سماك، هيك شغلات بلشت إنه أشيلهم، لأنه مشان يصير أهون علي يعني. مثل ما بتعرفوا إنه هلأ جاي العيد وهيك، فشوي شوي إنه بدنا نبلش نعزل البيت ونرتب البيت، وعلى كل حال إنه رح ينشال السداج. فوالله بلشت شوي شوي. هلا شوفوا، أول شيء أنا بكت له دواء غسيل ومي. طبعا هدول ما رح أبعتهم على المغسلة لأنه أول شيء جداد، وثاني شيء ما بدهم لا فراشي ولا شيء، بما إنه هن انفروا. وإجمالا بصراحة شايفين ميتون هن كتير نظاف. وبحط سائل جلي لكل شيء، بحط سائل جلي إن كان للحرامات أو للسداج أو لكل شيء، لأنه سائل الجلي بينظف يعني، بيعمل رغوة وبينظف كتير. فهيك والله غسلتهم. هلا طبعا بعد ما غسلت السداجات كان جايب لي زوجي فاصولية مع يعني مع الثوم. فقلت رح اسوي لهم شوي، وهو جايب كمية كتير كبيرة، مشتري هيك الكيس كليته. فقلت الكمالي حرام انه رح احطها بالفريزر، لانه يعني جايب بصراحة شي 5 كليات، ونحن ما في الا انا وهو بناكله ونحب اثنيناتنا بزيت يعني. اولادي ما بياكلوا الفاصولية ابدا، ما كلهم ما بيحبوها. فيعني انه سويت منه شوي، وبهالاثناء كانوا اولادي انه عم يعملوا الثوم، عم بيكملوا لي تقشيره. هلا هذا الثوم جايب لي اياه هو بيكون بلدي بيقولوا له، ما بعرف هيك يعني، بكون له هيك ورقه حمراء شوي. فشايفين هلا هون حطيت ثوم وكزبره وزيت وقليتها للفاصوليه.
عن جد من الأكلات اللي كتير طيبة، وهيك جنبها فلفلة حدة. فوالله وشايفين، وجيت أكمل كمالة الفاصولية مشان إنه أحطها بالفريزر، لأنه حرام إنه رح تتشرك، لأنه قلت لكم جاية بكمية. فوالله بعدين رح أفرجيكم طريقة التوم كيف إنه رح نسوي، لأنه بدي أستخدم قشر التوم أنا اليوم بالفيديو. ما شاء الله الله يبعث الخير. الجو مطر، رجع الشتاء من أول وما شاء الله. شوف حطيته هون، على فكرة حتى على الهواء بيبس، بالقلاية الهوائية بيبس، بنحطه هيك على الهواء بيبس يعني من دون اي شيء، وبعدين رح نطحنه بس. وهذا التوم اللي طلع عندي بما انه انا قشرته برا، لانه بصراحة يعني ريحته بتبقى كتير قوية بالبيت. قبل هالمرة ما نجرب. هي اللي زادت عندي، رح كمان اهبلها. طبخت منه، وهي اللي ضلت ونحطها بالفريزر كمان بما انه جايب لي كمية يعني. شوفوا فضيت هدول هلا رح اعمل التوم. وهلا بما انه صار الظهر ونحن انجزنا كل هالانجاز العظيم، هلا شوفوا انا بما انه بفيق بكير فكتير يعني انه بشتغل شغلات على بين ما يصير الظهر. هون عم بورجيكم حطيت الغسيل هون، هدول المخدات اللي شلحتهم مع حرام غرفتي النوم، لانه برا يعني في كتير غسيل ومطر يعني كله حطيته على المنشر، فصار كتير عندي حطيتهم هون. وهي ولادي كانوا مفضين البلاي ستيشن، طبعا ما لعبوا فيه، بس كان جايبه اخوي وجاي، بس انه حطوه ما لعبوا فيه لانه بلشت الامتحانات عندهم. فهلا هون ما كانوا رايحين اليوم على المدرسه، بس راحوا هلا على الانسه. كان يعني هن ما في عندهم شيء بالمدرسه، وبعتوا لهم النموذج الامتحانات وعم بلشوا يحفظوا يعني انه هلا الاطفال. فراحوا هلا عند الانسه مشان تحفظهم. انا هيك بدلت بين الديوانات، حطيت الغامقه من جوا والكاشفه من برا، مشان انه الاولاد ايش قد من كان انه وقت اللي يقعدوا عليها تكون الغامقه بتتحمل اكثر. وعلما اولادي ما بيدخلوا يعني اكل على الغرفه، وقت اللي بياكلوا على مده، يعني ما بخليهم مثلا بايدهم شيبس بايدهم شيء يقعدوا على الديوانات، لا بياكلوا من برا. وقت الاكل بيمدوا مده بالارض وبياكلوا. فعن جد هيك انه بيضل البيت ايش قد من كان انه نظيف. وقت اللي بيكون الاساس نظيف هيك بلمه بسيطه بتلاقوا البيت صار نظيف كتير. وهون عم بورجيكم شلت الصوبه، هيك شوي خففنا من الشغلات اللي موجوده بالبيت بما انه ما عم شغله. هلا شوفوا فضيت الفريزة، هذا الشرب روبت لهم اياه للاولاد اللي كانوا ورجيتكم اياه ضايلين عندي من رمضان بالفريزة. هون الفاصوليا غليتها هيك كم غلوة بمي وملح، وحطيت نص معلقة سكر صغيرة مشان تعطي اللون هذا الاخضر. رح احطهم بالفريزة بصراحة يعني، لانه قلت لكم انه كتير علي. وهي الثوم بعد ما خلصوا هون انسوا الشرب، لانه كانوا الاولاد انه مروبين انه قبل ما انا اعمل لهم اياه قبل ما يروحوا يعني الله يحميهم. هون وانا عم بشتغل وعندي شغل وهيك تركت الشغل، وشوفوا جيت انه اجرب هاي هلا بما انه يعني رح اخلص انه ما ضل عندي شيء كتير. فطلع لي هيك ريلز انه مقطع قصير انه عم بيسووا ورده من هدول المحارم تبعات مسح المكياج ومسح الوجه، عم بيسووا فيهم بيحطوهم بالمعطر وبيسووا فيهم. فاكيد رح اعمل نفسهم ونجرب هذا الانجاز بما انه هيك شفتها يعني حبيت اجربها واشوف انه رح تعطي هي الريحه الطيبه، وانه رح تصير انه رح تنجح. فيلا خلونا نشوف اذا نجحت الورده ايش قلتكم بتنجح ام ما بتنجح. هلا هي طريقه كتير هوينه، بس شكلي انا كترت شوي، انه لازم يكونوا الكميه اقل من هيك. عم نتقاتل. هي بتقول لي انا عندي هي القاعده رح احط عليها بنتي، بتقول لي ما بصير فورا البلاء تخرب، وانا فورا بدي اقلبها. ايش اقولكم تخرب فورا؟ لازم نلفها تنشف، لازم تنشف. لازم ما طلعت. إيه لأنه لازم تنشف حتى تشيليها. إيه بس لازم تنشف. خربت. قلتلك لازم تنشف. لا انا شكلي كترت معطر. والله بس شكلها حلو. هو قال لازم تنشف، انا شلتها فورا. فايش اقول لكم لازم تنشف ام لا؟ ما اثرت على فكره، بس يمكن انا كترت شوي انه من المعطر. فحنحطها هون. على فكره ريحتها كتير طيبه، كتير رح نشوف رح تفيح ريحه البيت منها مثل ما قال. ويمكن مو شغله انه تنشف، بس انا كترت يمكن لازم الورد اقل يعني الوراق انه تكون اقل هيك، انه انا بظن. بس مع هيك عن جد كتير حلوه. شوفوا حطيتها، بس هلا رح نشوف ريحتها رح تفيح بكل البيت. وهي كاسة شراب كمان من العلبة اللي كانت على المجل. على فكرة هذا أنا اللي مسويته معكم من رمضان. هلأ في بكمالة العلبة طالعناها من الفريزر. على فكرة بالعون هيك
شوفوا حتى سويت من الوردة صغيرة هون حطيتها بالحمام لأجرب ريحتها. وهلا هون رح احط هدول بالفريزر. يعني احيانا انه بطالعهم مثلا بغير اوقات، عرفتوا ما شرط انه للشتاء، بس مثل ما قلت لكم صارت كتير علي، وانا دوما ايش ما بيزيد عندي شغلات هيك بعمله وبحطها بالفريزر. احيانا بيلزمكم انه شيء بيكون مثلا انه ما عندكم او ما في حدا يجيبه، ما متوفر او شيء، فبتطالعوا من الفريزر. كتير انا بحبها، بس بدي اجيب هذا هيك اللي بيلزق الاكياس، مشان انه انا بحطهم بهالطريقه ما بربطهم ربط مشان ما ياخذوا مساحه. هيك قد من طبقات هلا بتشوفوا رح يصيروا بقلب بعضهم، شايفين؟ بس بما انه عم بلفه لف. هلا هون هذا كان بانجان للمتبل للمخبص من له نحن. كنت شاويته وجاب لي كمان كميه كبيره، عملت منه وشويته وحطيت، شايفين الكمالي بالبراد، لو انه ما للشتاء يعني هيك بدي استخدمهم بطالعهم ثواني بحله بالميكروويف وبستخدمهم. هلا هون الثوم رح احط له شويه ملح او ملح الليمون، ايش ما بدكم، نص معلقه، لانه هو بيكون مواد حافظه، ومعلقتين ملح بيكونوا كبار شوي، وكاسه زيت. طبعا انا عم بحكي للكيلو توم هيك اللي مقشر، وفينا نخلطه بالخلاط بالمكسر باي شيء موجود عندكم، انه بحيث ينفرم بالفرامه اليدويه. بس انا مثل ما بتعرفوا في عندي هي الفرامه اللي على الكهرباء، فرح افرمه فيها. وكمان بتتحكموا انه انتم فيكم بدكم يا ناعم بدكم يا خشن، هذا بيرجع لكم انتم بتتحكموا فيه، وعن جد بيضل السنه كامله. هلا رح تشوفوا، رح اطالعه من الفريزر اللي عندي من قبل، ما شاء الله ما بيصيبه شيء ابدا. انا بحس هيك انه اريح بكتير بكتير، بس بدكم بتطالعوا توم، لا قشري ولا شيء، ولا بياخد مساحه ولا بيفيح ريحه بالبراد ولا اي شيء. هلا مثل ما شايفين انا فرمته نص ناعم نص خشن، يعني انتم بتتحكموا يعني بالحجم اللي بدكم اياه. وكل ما صار ناعم شوفوا بيصير لونه ابيض اكتر. فهون انا فرمته هيك نصين، يعني شوي انه خشن وشوي ناعم، وكل واحد رح اعبيه لحال وحسب انتم فيكم كيف ما بدكم يعني انه تفرموا. وبتستخدموه باي شيء، بفرامه بالبلندر باي شيء، بالخلاط حتى بينفرم معكم. يعني انا هداك المره شفتوه جربته بالخلاط معكم، بس طبعا افضل الشيء الفرامه، بس احيانا بيكون حسب الشيء اللي متوفر. هلا رح افرجيكم اللي عندي بالفريزر من هديك السنه، عن جد ما شاء الله كتير ممتاز، وانا معتمده هي الطريقه من زمان. وهلا قلت لكم كمان هلا شوي رح اشارك معكم قشر الثوم، وبصراحه هي اول مره انه رح نستخدمه لقشر الثوم. هلا رح تشوفوا الثوم هون اللي عملته من هديك السنه لونه رح يكون مختلف شوي عن هذا. اول شيء هو اجمالا كان لونه اصفر الثوم، عرفتوا؟ يعني ما متغير لونه ولا شيء ابدا ابدا، تماما هيك مثل ما انا حطيته. كيف بتحطوه بيضل مثل ما هو السنه كليتها، بس انه بناخذ منه وبنرجعه على الفريزر تمام. والزيت بيساعده يضل لين، يعني كل ما انه طالعته كانه هلا دقيقه، ما جمدان ابدا ابدا، عرفتوا؟ يلا خلونا نكمل هلا. هلا شوفوا خلصت، عم بورجيكم انه عملت الممر والحمامات العفو منكم، يعني التواليت الحمام هدول يوميا الصبح انه بنعمل لهم هيك تنظيفه. وبورجيكم انه هي الحرام عفته منقوع، هلا بعيفه لتاني يوم هيك، شايفين؟ حطيت له دواء غسيل وبالسائل. انا قلت لكم انه بستخدم حتى للسداج السائل تبع الجلي، بيروح الشحوار، بيروح هيك الزفر، فكتير ممتاز. وهي الصوبه هون بدنا نقيه مع السقيفه بتكون فوق الحمام، شي مثل هيك غزانه بنحط فيها الاغراض. هون شلت السداجة من أرض غرفة النوم. الحرام بتحسوا هيك شوي، بصراحة إنه أنا ما بحب هيك، بحب إنه المد وهيك أكتر، عرفتوا؟ بحس هيك بيعطي جو أحلى، بس كمان هيك كل شي وإله شي، يعني وقت اللي شوب ما واحد بيعود بيتحملون. فإن شاء الله هيك رح أعود أخذ حرام صيفي يعني، وحتى سداجة تكون هيك صيفية ساداي، إنه أحطها بأرض غرفة النوم، يعني إنه بتعطي شكل أحلى للبلاط. وهلأ هون هذا القشر الثوم عنا اللي بيبقى لين، ما قشر طبعا يابس اللي بيجي، نحن مو هلأ الثوم كتير أخضر، فهذا قشره بيجي كأنه توم، يعني عرفتوا؟ بيبقى هيك كتير سميك. هلا رح نحطه ونشفه انا بالميكروويف. بصراحه قلت لكم هي اول مره، يعني انا ماني عاملته قبل هالمره، ورح اعطيكم رايي فيه. فيكم تنشفوه بالفرن على حراره كتير واطيه، ام تحطوه بالشمس، او انه تجففوه يعني بالميكروويف. انا بما انه متوفر عندي رح نجربه هيك. هلا شايفين ما بعلي عليه لانه هي اول مره، فرح نشوف ايش قد الوقت اللي رح نحط له اياه. هلا هون مبدئيا دقيقه ونص نشف نص تنشيفه. كل هيك يعني وجبه معي ما كانت كتيره، اكلت معي 3 دقائق بالميكروويف حسب الميكروويف اللي عندكم.
هلا شوفوا هون عم بورجيكم اجا زوجي وانا مطالعه هي منزل الفرامه مشان كنت عم بعمل فيه توم، ونزلت الخلاط كمان مشان الطحانه اطحن قشر التوم، واجا بده يتغدى يفطر. هلا هو غدا وهو فطور، هذا اللي طلعته من الفريزر كان زايد عندي تبعات وقت المعمول وهيك، فرح ياكل يعني. هلا الساعه تقريبا على 2 وبدهم جبنه بالسخانه، فجايب معه جبنه وانا قلت يلا رح اخلص اخر كميه توم وراح اسوي لهم فطور. وبما انه يعني اجوا الاولاد من الانسه، الاولاد بيضلوا ساعه ساعه وشوي بس عند الانسه، يعني انه ما بيطولوا كتير، بيروحوا مثلا من 12 للوحده، بس هيك انه هالوقت عند الانسه يعني ساعة. فهون والله قطعت هي الجبنة. هلا وقت اللي بتكون خضراء طبعا أطيب، شفتوا أنا في عندي كنت يعني مسندرة هديك الجبنة، بس هيك هي بتدوب يعني بقلب الخبز، فإنه هي هيك بتكون أطيب تازاي. وجايب معه خبز سخن، قطعت الجبنة وراح أحط لها نعناع وفليفلة وزيت. ونحن كتير بنحب بندورة، وفليفلة تكون حدة كتير كتير بقلبها. طبعا ما بعمل للصغار لأنه ما بياكلوا حد، بس إنه الكبار بحط بقلبها يعني إنه فليفلة وبندورة، ومنسخنها على الغاز. هلا بصراحة طلعت على البلكون سخنتها وما صورت لكم، بقلبها هيك سخانة يعني على الغاز، لأنه سخانة الكهرباء ما نزلتها، كنت مو مشغلة الميكروويف فما بقدر شغل الاثنين. وشغلة تانية بعتذر كتير إنه في صبية كتير سألتني عن تسجيل الأطفال يعني إنه بسوريا. هلا شوفوا أنا مثل ما بتعرفوا ما كنت جايبة معي ورقة النفوس، عدا ورقة المشفى اللي عليها ختم الحمراء. ورقة النفوس اللي لازم تجيبوها بهي فيكم تاخدوها وتروحوا تسجلوا الأطفال، كتير عادي بيستجلوهم. بس أما إذا ما كانت هي موجودة لازم تعملوا دعوة إثبات نسب. بترفعي دعوة على زوجك أو زوجك بيرفع عليكي، نفس الشيء ما بيأثر، رح تكونوا اثنيناتكم بالمحكمة. وبعدين يعني هن هنيك بيقولوا لكم ايش الإجراءات تسووا، أو فيكم إنه تحطوا محامي هو بيعمل لكم هي الإجراءات كلياتها يعني. وإذا كان معكم قلت لكم الورقة بيتسجل بدون أي شيء، بس بظن بيدفعوا مخالفة $50 للولد اللي بيكون عمره يمكن فوق السنة ونص. هلا بصراحة أنا بما أنه عملت دعوة إثبات نسب نحن ما دفعنا شيء بالنسبة لابني، لأنه بعتذر منها، هي على أساس عم تستناني من هداك الفيديو وأنا ما جاوبتها. فإذا لسه ما نكون نازلين فيكم تجيبوا ورقة النفوس، بس قلت لكم كل ولد مخالف رح يدفع تقريبا $50. وإذا كنتوا جايبين يعني ما جايبين الورقة، اعملوا دعوة نسب، أو حتى إذا جايبينها وما حابين تعملوا يعني تدفعوا $50، بتعملوا دعوة إثبات نسب وتمام. بيتسجلوا الأولاد عادي، بياخدوا تقريبا 20 يوم بس، وبيتسجلوا الأطفال، والإجراءات بتكون كتير هوينة. أنتوا بتوقعوا الأوراق وبتصوروا أوراق وبتترجموا هيك من هنيك هنا. طبعا كل حدا بيقلكن إنه إيش تسووا. هيك والله أنا سويت، وإن شاء الله أكون يعني إنه فتك. هلا هون بعد ما خلص التوم كله وبعد ما فطرنا ان شاء الله الف صحه. وانا طبعا قلت لكم هو غدا وهو فطور. هلا رح اطحنه للقشر التوم، عن جد ريحته بتجنن. يعني بنتي تقول لي ايش هالريحه اللي يجي من برا وقت اللي عم يتحمص بالميكروويف، ريحه كتير طيبه. وقت اللي هيك عم نطحنه الريحه كتير كتير طيبه. وهون الطحانه ما اشتغلت، حطيته بالخلاط ولازم كميات قليله، لانه الخلاط ما مثل الطحانه، شايفين بيكونوا شفرات الطحانه غير، مع هيك كان لازم طيحنته أكتر من هيك. بس ما بعرف ليش إنه تبعيتها يعني شفراتها للطحانة ما صارت. بس يلا الخلاط مشى الأمر ومشي الحال. وعن جد بنصحكم إنه تجربوه، ريحته بتجنن بتجنن، كتير طيبة. يعني شقد منجيبه من برا ما بتكون نفس هي الريحة الجاهز. وكتير حبيت، وإن شاء الله من عادة يعني كل ما بسوي توم إن شاء الله بجيبه هيك أخضر وبسويه. حبيت أشارك معكم هاي التجربة مشان أنتم كمان إذا حابين تجربوا وتستفيدوا منه بنصحكم وبشدة كمان، لأنه كتير عجبتني هاي التجربة بصراحة يعني. ومن عادة إن شاء الله. طبعا هيك شكله بعد ما خلص. هلا هو المفروض يكون مطحون اكتر من هيك شوي، بس بما ان انا شفته بالخلاط فما انطحن معي اكتر من هيك. وهلا لهون بكون انتهى معكم الفيديو. بحبكم كتير، ان شاء الله هيك يكون عجبكم، وخلي لي قلبكم، ولا تنسوا تكتبوا لي تعليق من ايديكم الحلوين. وكل حدا ضل معي لهلا بتمنى يكتب لي تعليق. وهلا تركنا المطبخ مثل ما هو بالجليل فيه، وراح اشرب قهوه مع زوجي، وبعد ما يروح بنكمل. بحبكم كتير، واستنيني فيديو جديد، وان شاء الله هيك تكونوا استمتعتوا معي بالفيديو. شوفوا اخرة الفيديو كيف هيك بالعصر ما شاء الله تغير الجو، وصار مطر وصار الجو بيجنن كتير حلو، لو برد بس كتير حلو الجو. باي هلا.